السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. فيديو النهاردة جميل جدا، سهل وبسيط. طبعا ما اقدرش اتأخر على حبايبي اللي طلبوا مني طريقة البيتزا. هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا، والعجينة بسيطة جدا جدا وتطلع معاكي بالجمال ده ما شاء الله. يلا مع بعض كده نشوف ازاي عملناها بكل سهولة. أول حاجة معايا 600 جرام من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونص معلقة صغيرة من الملح، مش اكتر من كده. عجينة النهاردة سهلة جدا وبسيطة، ما حبيتش ان انا ازود اي اضافات خالص، وبقدر الامكان تكون الحاجة ميسرة. هخلطهم مع بعض كويس، وهضيف حوالي 4-5 معالق كبار من الزيت او تلت كوباية من الزيت. وهبدأ بقى اضيف المية تدريجي. طبعا الجو شتا والجو ساقع، فبضيف مية دافية. تمام. 600 جرام اخدوا معايا تقريبا كوباية ونص من المية. انت طبعا هتضيفيها تدريجي لان نوع الدقيق بيختلف. الكمية دي هتعمل لي ما شاء الله بيتزتين كبار، وممكن كمان يعملوا لك 3 لو انت عايزاها تكون رقيقة. طب لو انت عايز تعملي مقدار بيتزاية واحدة بس، اعملي 200 جرام من الدقيق، يعني اقل من ربع كيلو. تمام، مقدار كده بيتزاية واحدة. 200 جرام من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ربع معلقة صغيرة من الملح، وهتضيف عليها معلقة او معلقتين من الزيت، وهتعجنيها عادي جدا. تمام. هنا العجينة هي ما شاء الله طرية جدا، وبتبدأ انها تلم معانا هي ما شاء الله. طبعا عادي عجنيها على ايدك، مفيش مشكلة، عجنيها على الايد سهل جدا لان العجينة معاكي بتبقى طرية. بس انا استخدمت العجان توفير بس الوقت مش اكتر، لان طبعا في فترة امتحانات. فادعولي كلكم كده بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. والعجينة هي ما شاء الله بتلم معانا. نعجنها كويس جدا لحد ما تبقى ناعمة معانا تماما، وهوريكم شكلها اهو بالشكل ده. غطيتها كويس بالزيت، ودهنت طبق زيت برضو، وحطيت العجينة وغطيتها واسيبها تخمر. على ما تخمر بقى نجهز الحشوة بتاعتنا. انا الحشوة بتاعتنا هعملها بالفراخ وباللحمة المفرومة. اول حاجة في الحلة دي هنعمل مع بعض اللحمة المفرومة، وفي الطاسة هنعمل الفراخ. في الحلة حطيت معلقة صغيرة كده من السمنة البلدي، وهنزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة، وفلفل اخضر او الوان، مفيش مشكلة، المتوفر عندك حطيه. سيبت شوية بس من البصل صغيرين، هضيفهم للفراخ. طبعا حطيت معلقة صغيرة بس من السمنة، لان اللحمة بيبقى فيها دهون، فبتنزل دهون، فاحنا مش عايزين الحاجة تكون معانا دسمة قوي. في الطاسة سخنتها كويس جدا، وحطيت معلقتين من الزيت، ونزلت بالفراخ بتاعتي ومش هقلبها. هسيبها كده على نار عالية، مش هقلبها لحد ما تاخد معانا لون. انا بس هنا بفردهم في الطاسة مش اكتر. ده كان صدر واحد بس من الفراخ، وما شاء الله عمل بيتزاية كبيرة وكان حلو جدا. والحشوة كانت كميتها محترمة يعني مش قليلة. يبقى للحمة حطيت معلقة صغيرة من السمنة البلدي، ونزلت بالبصل والفلفل يتبلوا بس مش اكتر من كده. وللفراخ حطيت معلقتين من الزيت، ونزلت بصدور الفراخ وسبتها على نار عالية، عشان طبعا مش عايزاها انها تنزل السوائل بتاعتها. خلاص البصل والفلفل دبلوا معانا. هبدأ انزل بقى باللحمة المفرومة، ده نص كيلو من اللحمة المفرومة. هتعصجيه كله وتاخدي الكمية اللي انتي محتاجاها، وبتشيلي الباقي في الفريزر، مش بيحصل له اي حاجة. واول كده ما بتنزلي باللحمه المفرومه، لازم على طول نحط كده معلقه كبيره او معلقتين كبار من الخل. هحطهم معاكم دلوقتي اهو، معلقه كبيره او معلقتين كبار من الخل. وطبعا برضو اللحمه حطاها على نار تقريبا بين المتوسطه والعاليه. والفراخ زي ما انتم شايفين كده اخدت لون. هبدا ان انا هقلب فيها عشان تاخد لون من جميع الجهات. احنا مش عايزين نكتر المواد الدهنيه في الحشوه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين لون الفراخ تحفه ما شاء الله، ده كله على نار عاليه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. اللحمه هنا برضو هقلب فيها عشان تاخد معانا اللون الجميل. وايدي برضو في تقليب في الفراخ. خلاص اخدت لون من جميع الجهات. هنزل بقى بشويه البصل الصغننين دول، بيدوها طعم حلو جدا. هبدأ بقى انزل بالملح على اللحمه وعلى الفراخ، وشويه من الفلفل الاسود، وشويه من الشطه، وشويه من الكمون،
وخلاص كده مش هضيف اي حاجة تاني على الفراخ. هقلبها تقلبتين وهشيلها خلاص. للحمة هنا بقى هضيف شوية من توابل اللحمة وهقلب. الفراخ زي ما انتم شايفين كده جميلة جدا، اللهم بارك. خلاص استوت وبقى بالجمال ده، نشيلها خلاص. ومعانا هنا اللحمة هنسيبها بقى على النار لحد ما تتشرب كل السوائل اللي فيها، مش عايزين فيها سوائل تماما، تبقى بالشكل الجميل ده ما شاء الله. نعمل بقى صلصة البيتزا. اسهل طريقة تعملي بيها صلصة بيتزا دي 3-4 معالق كبار من الصلصة، صلصة عادية جدا متسبكة او صلصة معلبة مفيش مشكلة، وعليها معلقة كبيرة من الزيت وشوية من الملح، شوية من الفلفل الاسود، وشوية من الزعتر. الزعتر طبعا بيبقى اساسي بصراحة في البيتزا، شوية صغيرين كده من الزعتر هتفركيهم بايدك وتحطيهم. نسيت ان انا احط توم وبصل بودر بس هحطهم دلوقتي. دي اسهل طريقة، لا هنعملها على نار ولا هنعملها بتوم ولا بخل ولا باي حاجة خالص، بكل سهولة كده زي ما انتم شايفين. دول شوية من البصل والثوم البودر وهقلب وخلاص الصلصة كده جاهزة معانا بكل بساطة وسهولة كده زي ما انتم شايفين، ميسراها عليكم جدا. خلاص العجينة خمرت معانا، هبدأ ان انا اقطعها على حسب ما انتي حابة بقى، على 3 او على 2 مفيش مشكلة. طبعا لو حابة ان هي تكون سمكها رقيق فانتي طبعا بتقسميها على 3 وبيتعمل ما شاء الله بالمقاس الكبير ده ما شاء الله. ده طبق البيتزا البورسلين اللي احنا اشتريناه مع بعض من عند اليوسف للبورسلين، وهقول لكم تجربتي فيه. هبدأ ان انا هفرد العجينة على شوية من الزيت، يعني الطبق للاحتياط بس مش اكتر، دهنت شوية من الزيت. هفرد عليه العجينة بالشكل ده، وبالشوكة هبدأ ان انا هخرمها عشان ما تبقاش معانا زي رغيف العيش، ما تنفخش معانا قوي. انا هنا طبعا عاملاها سميكة، لو انتي حباها رفيعة سمكها رفيع مفيش مشكلة خالص حسب ما انتي حابة. بعد كده هحط رشة من السمسم، دي بقى بتدي تست حلو جدا 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 للبيتزا بتاعتنا، ورشة من الزعتر. مش حباها مفيش مشكلة. وهبدأ بقى انزل بالصلصة بتاعتي الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض دي، وكمية الصلصة زي ما انتي حابة كتير او قليل، انا بحبها كتير في البيتزا. ونبدأ ان احنا نوزعها كويس على العجينة بتاعتنا. شايفين الجميل ما شاء الله. عايزة اقول لكم السمسم بيدي طعم حلو جدا جدا للبيتزا، سمسم ابيض عادي مش متحمص. نفرد بقى كويس جدا بالشكل ده، ونبدأ بقى ننزل باللحمة المتعصجة، وطبعا لو سبتيها تبرد هيبقى احلى كتير، تستني يعني على اللحمة انها تبرد. هنضيف بقى كل كمية اللحمة اللي انت حباها، قليل او كتير برضو مفيش مشكلة. انا استكفيت بالكمية دي. ومعايا هنا بقى فلفل وطماطم وزيتون، واللي انت حابة تضيفيه ممكن تضيفي مشروم، ممكن تحطي فلفل اخضر، ممكن تحطي طماطم، زيتون، اي حاجة انت حباها ضيفيها، مش حابة تضيفي مفيش مشكلة خالص. هنوزعهم كده بالشكل ده، حابة تقطعي الفلفل والطماطم بمكعبات كده وتوزعيهم مفيش مشكلة. ونحط شوية من الزيتون المخلل، ورشة تاني من السمسم، ورشة من الزعتر. نحط بقى شوية من الجبنة الموتزاريلا، ومش دي الجبنة الأساسية اللي احنا هنضيفها للبيتزا، شوية بس كده من الجبنة. خلاص جاهزة معانا. ندخلها بقى الفرن على اعلى درجة حرارة لو الفرن بتاعك هادي عشان البيتزا ما تنشفش معاكي. هندخلها الرف السفلي ومشغلة من تحت بس لحد ما تاخد معانا لون من تحت، ولحد طبعا ما تستوي. نعمل بقى البيتزا التانية، فردتها برضو على شوية من الزيت، وابدأ ان اخرمها بالشكل ده. دي بقى كانت ارفع من التانية، اللي انت حابين. البيتزا دي بقى هعملها نصين، نص بالصلصة والنص التاني بصوص، بينقل طعم البيتزا لمكان تاني خالص، بجد طعمه حلو جدا جدا. هنشوفه مع بعض ان شاء الله.
نوزع كمية الصلصة على نص البيتزا بتاعتنا. كنت نسيت ان انا احط السمسم والزعتر، فهضيفهم دلوقتي مفيش مشكلة خالص، ولو مش حابة تضيفيهم عادي، بس انا بحب التست بتاعهم في البيتزا. الصوص اللي احنا هنستخدمه بقى الباربيكيو صوص، تحفة بجد، بيخلي طعم البيتزا روعة ما شاء الله. عايزة اقول لكم ان انا حبيته جدا جدا في البيتزا. وزع برضو كويس كده بالشكل ده، الكمية اللي انت حباها برضو قليل او كتير. وننزل بقى بالفراخ الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض، تحفة ما شاء الله. حابة تزودي كمية الفراخ واللحمة مفيش مشكلة، اللي انت حباه، بس الطبيعي اصلا احنا مش بنشتريها بالكميات دي من بره. نحط برضو الفلفل، حابة الفلفل مكعبات مفيش مشكلة، حابة تضيفي بصل او مشروم برضو مفيش مشكلة. شايفين بقى هي اصلا شكلها جميل ازاي ما شاء الله. شوية من الزيتون، شوية من السمسم، شوية من الزعتر، ونضيف بقى شوية من الجبنة الموتزاريلا. قلتلكم ان كمية الجبنة دي مش الاساسية. بالشكل ده هنسيبها بقى لحد ما نطلع التانية ونبقى نسويها. استوت معانا وبقت تمام جدا. نضيف بقى باقي كمية الجبنة الموتزاريلا، والكمية طبعا حسب ما انتي حابة. حابة تكتفي بالكمية اللي احنا حطيناها في الاول مفيش مشكلة، حابة تزودي برضو مفيش مشكلة، حابة تحطي جبنة رومي جبنة شيدر اي حاجة مفيش مشكلة خالص. لو حابة تعمليها طبعا جبن بس خضار بس، حابة تعمليها بالتونة، الحشو طبعا حسب ما انتي حابة. تطلع معانا ما شاء الله بالجمال ده اللهم بارك. مع شوية بقى من الكاتشب وشوية من الخيار المخلل او الزيتون او اي مخلل عندك، تحفة جدا ما شاء الله. طبعا تسوية البيتزا في الطبق ده معجبتنيش تماما، سوت حلو جدا محتفظ بالحرارة وكل حاجة، واخد لون جميل جدا من تحت، بس نشفت معايا جدا. العجينة من فوق طرية جدا لكن من تحت ناشفة زي ما انتم شايفين كده، فما عجبنيش تسوية البيتزا في الطبق ده. ينفع تقديم بقى او اي حاجة تانية، بس بصراحة في البيتزا ما ينفعش. بس ان شاء الله تجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا، وطبعا تقولوا لي آراءكم في الكومنتات. ولو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. دي بقى بيتزا الفراخ اللي عملناها بالباربيكيو صوص، وده النص التاني اللي هو بالصلصة، جميلة جدا جدا. هنا بقى بعد ما اكلنا خلاص، حبيت ان انا اوريكم قد ايه العجينة معانا طرية جدا في التسوية في الصينية الالومنيوم العادي، طرية جدا جدا لدرجة ان انا بقطعها دلوقتي هتشوفيني وانا بقطعها اصلا مش مستحملة معايا من كتر ما هي طرية جدا جدا. فسووا في الالومنيوم بلاش تسوية في البورسلين. العجينة دي جميلة جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا، وجربوها بصوص الباربيكيو خطيرة بجد. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.